صباح الخير، صباح النور، صباح الورد، صباح الياسمين. كنتمنى انكم بالف خير ان شاء الله يا رب. فكيف ما شفتوا في الفيديو السابق قمنا بتحضير عجين الكيش او عجين التارت المالحة، وقمنا بطبخ نصف طبخة بالفرن. فاليوم سنقوم بتحضير الحشوة ان شاء الله، لحشوة جد سهلة وجد سريعة واكيد جد لذيذة. فاول شيء نحتاج الى فلفل اخضر او اي نوع تاني من الفلفل، صدر دجاج، نصف لتر من الحليب، ملعقة زبدة، ملعقتين دقيق، بيضتان، قليل من الملح والقليل من الفلفل الأسود. أول شيء نقوم بوضع ملعقة واحدة من الزبدة، ثم نضيف ملعقتين من الدقيق، نخلط جيدا، ثم نقوم بإضافة نصف لتر من الحليب ساخن. فالدقيق يكون هنا كثير نوعا ما. نقوم بإضافة الفلفل الأسود والملح، ونقوم بخلط البشاميل بهذه الطريقة. ثم نمر إلى طبخ الدجاج والفلفل الأخضر. نضع الفلفل الأخضر، ثم نضع صدر الدجاج بعد أن قمنا بتقطيعه إلى قطع جد صغيرة، ثم نخلط الكل جيدا بعد إضافة القليل من الملح والقليل من الفلفل الأسود حتى يطبخ الدجاج والفلفل الأخضر. فالبشاميل هنا تكون جد ثقيلة نوعا ما. نقوم بإضافة بيضتين ونخلط جيدا حتى نتحصل على مزيج كريمي منسجم بهذا الشكل، فيكون شكله مثل الكريمة. فهنا يرجى أن تكون البشاميل جد ثقيلة وليست خفيفة. إن كانت معكم خفيفة يمكنكم إضافة القليل من الدقيق حتى تكون بالثقل اللازم. فنقوم بوضع الحشوة داخل عجينة التارت المطبوخة نصف طبخة، ثم نقوم بإضافة الكريمة التي حضرناها بالبشاميل والبيض من فوق بهذا الشكل. ونقوم بتحريك القالب حتى نحصل على سطح متوازي، وتكون الكريمة تغطي جميع أطراف التارت. نقوم بإدخالها إلى الفرن على 180 درجة لمدة 15 دقيقة، أو في فرن غاز متوسط من تحت وحرارة خفيفة من فوق. فالنتيجة تكون بهذا الشكل. كيش أو تارت مالحة جد لذيذة وجد رائعة، وأكيد أنها تنال إعجاب كل شخص سيتذوقها، ابتداء من الأطفال والصغار إلى الكبار. فهذه وصفتنا لليوم، نتمنى أنها نالت إعجابكم لأنها فعلا جد شهية وجد لذيذة. فيمكنكم تستعملوا حشوات مختلفة بنفس الكريمة، وإن شاء الله في وصفات أخرى قادمة إن شاء الله. فلا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس حتى تتوصلوا بكل جديد إن شاء الله. دمتم في رعاية الله. السلام عليكم.